يعني قال اي زول يعني داخل السودان ما عربي يشوف كينيا ولا يشوف يوغندا ولا يشوف لاي بلد يمشي يتلم فيها، ده كلامه كده يعني قال امشوا فضلوا لي السودان، ده شيلوا بوجاتكم فضلوا لي السودان، خلوا لنا نحن العرب العرب اللي يكسبوه. المهم يعني الحاجه الدايره اقول انه مفروض النوع زي ده لانه بيعمل بلبله. الان انت شايف المشتركه شغالين والناس دي كلها شغاله على قلب رجل واحد، والسودان ده كله قايم واقف وقفه واحده، ده ما وقت عنصريه. ولو انت الان محتاج لاي انسان قله الادب لزومه شنو وسالك ذاته من انت عربي ولا انت ما سالك من الواحد براو بيجيب لي نفسه الكلامات. زول طالع لك من السودان ده ما في، يعني زول طالع لك منه ما في، غصبا عنك سوداني انت تفتش روحك جاي من وين. لانه المره اللي فاتت برضه عمل حركه يعني برضه الشتلي، يعني اللي 200 المهازل دي هدي شايفه اولاد دارفور دول كلهم في الميديا الجيش 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 الجيش، الناس كلها واقفه وقفه واحده. تيجي تمشي تقول لك كلمتين بايخات زي ديل يا اخي، انت طالما ما بتعرف تتكلم اقعد في حتتك بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ اللي ما بيعرف يتكلم ده ما في داعي يجي ينصب نفسه وصي على الناس، ما بيفهم ما بيعرف ذاته يتكلم، كلامه شيء من يوم يعني ذاتي ما قاعد احترمه. انت سطر جديد تقول لك كلام موضوع، لو ما حسموك وقعدوك في علبك معناتها دي رساله موجهه، معناتها اساسا الفتره الجايه اللي بيتكلموا باسم الجيش ده كلهم حيسوقونا في الاتجاه ده كلام فاضي يا اخوان. احنا لمتى نكون قاعدين في المهازل دي؟ كل من هب ودب يجي يسيل لسانه في الناس، ده شنو ده؟ والله بلد ما عندها وجيه، فوضى شديده خلاص. كل من هب ودب سال لسانه في الناس، يعربوا ده ويعبدوا ده ويجنسوا ده ويطلعوا ده اجنبي ويسووا ده، يعني هو ده شو الكلام الفاضي ده؟ انا يكون والله يعني جهل فظيع، جهل فظيع اقسم بالله. احنا هسه قاعدين في فرنسا دي، انا بكون راكبه مثلا مرات في المواصلات العامه مثلا، يعني في ترام ولا في باص، انت بتسمع لك اكثر من 3-4 لهجات في وقت واحد. يعني بتلقى ديل اتراك بيتكلموا، بتلقى ديل يعني مثلا من اي دوله افريقيه بيتكلموا، بتلقى ديل هنا عرب بيتكلموا، بتلقى ديل جنسهم كده يعني اجناس. لا في زول بيسال زول، لا في زول جايب خبر زول، لا حصل يوم شفنا لنا فرنسي يتعنصر قال انتوا قاعدين لاجئين في بلدنا ضايطونا ولا كرهونا، وخلي الزول اللي بيكون يعني ود بلدك اساسا يجي يتعنصر عليك. معروف السودان ده معروف انه في جنوبيين وفي جبال النوبه معروف، ومعروف دارفور، ومعروف هناك النيل الازرق، ومعروف الجزيره، ومعروف الشماليه، ومعروف الشرق، معروف دي حاجه معروفه. السودان ده كله قبائل وكله سحنات مختلفه يعني، فما في داعي يعني للكلام الفاضي ده. ومعروفه العروبه والاسلام دي دخلت 200 زمان لما قرونا في التاريخ، دخلت عن طريق شمال السودان، دخلوها العرب من الجزيره العربيه، دخلوا معناتها كده يا اخواننا الوافد منه، معنى الكلام ده كده الوافد منه الجا لاجئ في السودان ده منه. ما الناس تكون انتوا ما قريتوا تاريخ، يعني ما في قبائل عربيه وقبائل مستعربه، انتوا ما قريتوا تاريخ. الناس كان جات كده قعدت بالورقه والقلم بيعرفوا يطلعوا منه اللاجئ والدخيل على البلد دي، وبيعرفوا يطلعوا سيد البلد منه، فما في داعي للكلام ده. الناس كلها قاعده مع بعض متعايشه في امن وامان. الفتن دي ذاتها دخلتنا ووصلتنا المراحل الهسي ما قادرين نطلع منها دي. الحفره اللي احنا واقعين فيها دي بسبب الكلام الفاضي ده، بسبب انت ازرق وانا ابيض، وبسبب انت عربي وانت دخلنا في الحته دي اليوم اللي ما مرقنا منها. تعال دارين ترجعونا للمربع الاول، وبعدين ذاته داير منك شهاده بتاعت عروبه منه، المحتاج لها ذاته منه بالله واشرب مويه يا اخي الدايره منه. والله يعني عقول خاويه، ولا يروح ذاته شعر قرقودي اقسم بالله قعدنا ذاته فنطناك. والله لا شايفه لك الشعر السبيبي ولا شايفه لك رزقك اقسم بالله. انا عارفه انك تشبه شو، لكن بس ما في داعي زول يجرح مشاعر الناس. عندك ود عمك كده يعني. انا قاعده ظريف معاي، ما داير ادخل في كلامات زي دي، ظريف معاي يعني. قبل اليوم نصرني بس ما داير اتكلم اجرح مشاعر الناس عشان انسان جاهل ما بيفهم والله. لكن اقسم بالله خصم على الجيش، انا بتجننونا والله. انا والله ولا فاضي الكلام ده ولا عندي له اي شيء، لكن بس بتغاز يعني، بتغاز من الزون. يعني لما نصل مرحله انه يقول لك اطلعوا امشوا شوفوا لكم بها الابادات الحاصله دي عشان التطهير العرقي يا هون شان زي ده. ما هو معناته الكلام ده صحيح، معناته ما دايرين اذان زرقاء في السودان ده معناته كده يعني. لكن امر الله نافذ، الكون ده في رب خلقه وهو المتحكم فيه وهو المسيطر فيه، وما انتوا غصبا عنكم. في النهايه الحق بيرجع لاسياده، شئتوا ام ابيتوا. كان كتر ذاته امشي للحلو عادي والله كلامه يعني حاجه تغيظ، حاجه تغيظ والله. لانه هسه في ناس يعني بيقولوا انه يعني في هنا دي بالنسبه لهم مساله وجود، وفعلا بقت القصه معناتها كده، بقت فيها مساله وجود. كان القليل الادب الثاني ذاك اللي اسمه عمسيب، ذاك اللي ما عنده ضنين ده، سال لسانه في الناس، ما لاقي له زول يحسم ولا يقعدوا في علبه. وانا بقول الناس ما تدي الناس حجم اكبر من حجمها. تقول السودان ده يعني طلعوا له في الورثه بتاعت ابوه ديل كده وديل كده، ويشطحوا وطاير الطيب ما عندك وشك ده ملصق كده. الناس فتشوا ضنينك دي قلبوا عدله مالي يقول لك ضنين. قال لسانك طول ده في الناس، حاسس لونك ده لون بتاع عرب، كمان انت ذاتك عندك عقده، امشي عايل لنخرتك وعايل شكلك. قال لسانك طول ده في الناس، ما لاقي لك زول يحسمك وقعدك في علبك. جاهل مستعرب والله. شفتوا اللي بيعملوا الحركات دي كلهم مستعربين والله كلهم مستعربين. لو جينا فتشناكم ورا كلها
كلها عقد بتجي تفش عقدكم في الناس. واحد ما محترم قاعد ده كده وده. انت خلقتنا، انت خلقت الناس، انت خلقت الناس انت عشان تاخد ده كده وده كده. وانا والله بقول انه يعني في زي ما في يد خفيه يعني هي المسيطره على الكلام ده وهي المحركه الناس دي. الكلام ده ما ساي، العنصريه دي في الوقت ده تحديدا ما ساي، ومفروض يكون في قانون يجرم النوع. ما ممكن انسان يطلع في الميديا 24 ساعه هو بس بيتكلم عن الحاجات الزي دي والناس بتطبل له وبتضحك له. البلد دي ما عندها سيت، هي البلد دي يعني ما في زول كده بيحسم الفوضى دي. بس فلاحتكم دي لابسه كده ودي قالت يهودا بس اللي بيتعرفوا ليه الحاجات الاساسيه اللي بتضيع البلد صحيح زول بيتكلم فيها ما في، وتجي تتكلم يصنفوك طوالي. والله العظيم تجي تتكلم طوالي يصنفوك. ولو ياهو لو نضمنا تقلمنا تسكت تمشي فيك. يلا شوفوا لكم ثاني ذاته زول يكون خايف منكم ولا زول يسكت لكم.